هم بغوا هم وآباؤنا وصلبوا رقابهم ولم يسمعوا لوصاياك. ده على الشعب اليهودي، أجداد اليهود. وأبوا الاستماع ولم يذكروا عجائبك التي صنعت معهم، وصلبوا رقابهم، وعند تمردهم أقاموا رئيسا ليرجعوا إلى عبوديتهم. وأنت إله غفور وحنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة، فلم تتركه. هم بيعندوا ومش عاوزين يسمعوا، وبالرغم أنهم شافوا معجزات كتير أقاموا رئيس غير موسى وهارون عشان يعود بيهم إلى مصر ويغيروا اتجاههم، بدل كنعان تبقى مصر. ومع كده ظل الله غفور رحيم طويل الروح كثير الرحمة فلم يتركه. مع أنهم عملوا لأنفسهم عجلا مسبوكا وقالوا هذا إلهك الذي أخرجك من مصر، وعملوا إهانة عظيمة. واحد ساعات يقرأ الكلام ده ويقول طب ما يعني الحاجات دي خلاص ما بقيناش نعمل كده. احنا بنعمل كده ساعات، مش بالضرورة نعمل عجل يعني ذهب، إنما ما هو الذهب دلوقتي ما زال برضو إله معبود من ملايين من البشر، لأن الذهب يقصد به المال بكل أشكاله. مع أنهم عملوا لأنفسهم عجلا مسبوكا وقالوا هذا إلهك الذي أخرجك من مصر، وعملوا إهانة عظيمة. اللي الناس مش واخدة بالها منه أن لما الواحد بينشغل بالدنيا زيادة ويهتم قوي بالفلوس وبالمقتنيات تمثل إهانة لله. أنت بتهين ربنا لما مخك كله يروح في الفلوس، وعاوز تشتري إيه، وعاوز تتزين زينة الدنيا، وعاوز تتميز عن اللي حواليك، وتبقى الجسديات واكل عقلك. دي إهانة لربنا له المجد، لأنه هو اللي خلقك وله حق عليك، وبالتالي أنت لازم تبقى ملكه، ولازم تصلي له، ولازم تقضي وقت معاه. عشان كده لو تذكروا أول وصية في الوصايا العشر، والوصايا العشر دي ماشية علينا لغاية دلوقتي: لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني إله غيور. إله غيور يعني إيه؟ يعني لو عملت الكلام ده يعتبر بالنسبة لي إهانة عظيمة. يبقى الناس بتهين ربنا لما تاخد من مجد ربنا وتدي للدنيا. مجدي لا أعطيه لآخر. فالانشغال بالماديات الزيادة والانشغال بالكرامة والجسديات هو نوع من عبادة الأوثان اللي مازال يملأ العالم لغاية دلوقتي. قالوا هذا إلهك الذي أخرجك من مصر. بنفس اللغة بنسمع الكلام النهاردة. في واحد يقول لك الفلوس هي اللي تعمل كل حاجة. هي بالضبط زي العجل الذهبي اللي خرجهم من مصر. هي العجل الذهبي خرجهم؟ ربنا اللي خرجهم بيد قوية وذراع رفيعة. إنما في الآخر بقوا يقولوا إيه؟ لا دي الذهب. الذهب ازاي؟ ده انتوا شعب فقير وربنا اللي عمل منكم حاجة. لكن المخ يروح غلط. عملوا إهانة عظيمة. أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية، ولم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النور ليلا ليضيء لهم في الطريق الذي يسيرون فيه. يعني بالرغم أن ربنا أهين في إله، والناس عبدت آلهة أخرى وأساءت إلى ربنا بأنها تدي كل مجهودها وكل عقلها وقلبها للماديات، رجع ربنا يرحمه. لو تذكروا لما موسى طلع الجبل وقال له يا رب لو هتمحيهم امحيني أنا كمان معاهم. وبقى موسى بيقول له هم غلطانين، أنا مش قادر أقول ما غلطوش، لا غلطانين من رأسهم لرجليهم. لكن بشفاعة موسى النبي ودالته ووساطته ربنا عفى عنهم مؤقتا لغاية ما نشوف آخرها. وطبعا انتوا عارفين كملوا برضو في الإلحاد ده، ورجعوا كل شوية يتذمروا ووصلوا إلى مشارف كنعان، وكل الكبار اللي عبدوا أوثان دول هلكوا.
أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية. يعني ربنا كان هيعمل إيه؟ كان هيبعد ويقول خلاص دول مش شعبي ويسيبهم في الصحراء، هيهلكوا طبعا من الحياة المحرقة، من قلة المية، من قلة المن. إنما استمر المن واستمر المية تطلع من الصخرة، واستمر ربنا يرعاهم بالرغم من عندهم. وبرضو دي رسالة لينا، مش معنى ان ربنا ما زال بيبارك في حياتنا انه راضي عن كل تصرفاتنا، ده بس من طيبته، من طول اناته. لان في واحد يكون ماشي غلط وبعدين يقول طب ما هي الدنيا ماشيه، ما هو ما فيش حاجه، كل حاجه زي الاول. هو عشان ربنا مطول باله عليك ولسه بيبعت لك الخير والبركه، وبارك في ولادك وفي صحتك وفي شغلك، تتصور انك انت ماشي صح، او تتصور ان ربنا موافق على اللي بتعمله. لا، يمكن هناك من يشفع فيك زي امنا العذراء، بتترجى ربنا انه ايه، لا يعني لا يغضب علينا بسبب خطايانا. لكن زي ما قالها القديس بولس، اذا استهنت بطول انات الله وامهاله وغير عالم ان طول اناته يقتادك إلى التوبة، تدخر لنفسك غضبا يوم الغضب. تفاجأ بقى أن أنت يعني مدان وخدت فرص كتير قوي، والفرص دي كلها محسوبة عليك، وليك يعني غضب كتير مستنيك. أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية، ولم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها. برضو بالمناسبة، عشان لو واحد مشغول في الدنيا زيادة، ايه اللي عمله موسى كتعبير توبة؟ ما هو موسى لما نزل من الجبل عمل تصرفات تورينا ازاي واحد يتوب ويرجع لربنا. مسك العجل الذهبي ده كسره حتة حتة وفرمه كده وطحنه بقى زي الغبار، ودراه في المية عشان محدش يقدر يجمعه تاني. إذا كانت التوبة أمينة لا يكفي الاعتذار لله. الاعتذار لله يعني الصلاة أساسي طبعا، لكن لازم يجي معاه موقف حاسم من الحاجة اللي شغلك، من الحاجة اللي خدت عقلك وقلبك السنين دي كلها، من العجل الذهبي اللي في حياتك، من الفلوس اللي تصورت في لحظة ان هي دي اللي بتخرجك من المشاكل. يبقى انت انكرت الهك. فموسى هنا الموقف ده ريح قلب ربنا، وبعدين طلع الجبل 40 يوم يصلي ويصرخ من اجل رحمة ربنا على الشعب، وخلاهم يصوموا ويصلوا كلهم عشان يتذللوا امام الله من كتر اللخبطة اللي حصلت. كمان موسى في الموقف ده مسك هارون شد عليه تمام وقال له كان عمل فيك ايه الشعب عشان تعمل فيه كده؟ اذا هنا توبيخ المخطئ ضرورة. يعني ما ينفعش ان احنا نجامل بعض في حاجة ربنا. الغلط غلط. قديس يوحنا المعمدان ما كانش بيطبطب على الناس اللي جايين له الصحراء عشان يسمعوا العظة، ما كانش يقول لهم كتر خيركم جيتوا من مسافات بعيدة، كان يقول لهم كلام شديد، يقول لهم انتوا فاكرين ان ربنا هيضحك عليه بقولة احنا اولاد ابراهيم؟ ربنا قادر يعمل من الحجارة اولاد ابراهيم. الفاس موضوع على اصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. كله خاف وابتدوا يتوبوا ويطلبوا المعمودية بتاعت العهد القديم، معمودية التوبة. اذا هنا ما ينفعش المجاملة في الحق. الانسان المسؤول عن رسالة ربنا لازم يوجع ضمائر الناس ان كانت ماشية غلط، وما يهموش بقى الناس يرضوا عليه ما يرضوش عليه، مش ده المهم. المهم ان هو خايف على خلاصه، خايف على ابديته. فموسى لما نزل على قد ما كان حليم جدا ووديع وباله طويل، وكان يقعد من الصبح بالليل يحل مشاكل الناس، الا ان كل ده كوم. ووقت العجل الذهبي شفنا بقى ايه؟ شخص اخر، واحد في منتهى الشدة منتهى القوة، وقال لهم اللي وقعوا في الزنا إذا كانوا مستمرين في اللي فيه لازم يقتلوا حسب الشريعة، لازم يموتوا. ومات ألفات ساعتها بقرار من موسى النبي بإعدام كل اللي ماشيين غلط،
عشان يوقف الوباء بتاع الشر ده كله. احنا نحتاج لكده، نحتاج ان التوبة تبقى توبة جادة، ما يبقاش مجرد الواحد يغلط ويرجع يقول له معلش يا رب معلش يا رب. طب وبعدين؟ ما هي معلش دي عاوزة موقف، عاوزة نمسك العجل الذهبي نفرتكه. وطبعا العيب ما كانش في الذهب العادي، يعني ايه، هو العيب في الفكرة اللي خلت الذهب يعبد. يعني الفلوس في ذاتها هي نعمة من ربنا، انما لو بقت واكل عقل الناس ما بقتش نعمة، بقت إله آخر، وبقت الناس بتعبدها وتموت بعضها عليها وتخاصم بعضها بسبب الفلوس وما بترحمش بعضها ومشاكل وقضايا وكل ده عبارة عن ايه؟ عبادة مال. نكمل. لم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق. إذا كان لسه ربنا بيبارك لك، لا يعني هذا بالضرورة انك انت مرضي امام الله من كل شيء. محتاج تتوب برضه وتقول له يا رب انا عارف انك معايا وساتر عليا ولسه ماشي قصادي وانا مستاهلش، لكن نقيني ان كنت شايف فيه حاجة غلط شيلها، لانه انت اله طيب، فانا خايف اكون بستغل طيبتك وانا مش عارف في الاخر ماذا ينتظرني. انت ايضا اله عادل. ولا لم يزل عنهم ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها، وأعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم. برضه دي نقطة مهمة. الروح القدس في العهد القديم كان يحل على المسؤولين فقط من شعب الله، إن كان ملك وإن كان نبي زي موسى وإن كان كاهن زي هارون، لكن لا يحل على الشعب جملة، لأن الشعب لم يكن نقي. إنما عطية العهد الجديد، امتياز العهد الجديد، أن الروح القدس يسكن فينا كلنا. عشان كده احنا اللي اسمنا شعب مقدس، أمة مقدسة، شعبا مبررا، كهنوت ملوكي. كلنا في العهد الجديد بعد المعمودية يسكن فينا الروح القدس، وكأننا في العهد الجديد واخدين النعمة اللي واخدها الكاهن في العهد القديم أو الملك أو النبي. لكن عموما يتقال ايه؟ أعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم. يبقى النبي والكاهن بياخد الروح القدس من أجل التعليم في العهد القديم، والملك بياخد الروح القدس يمسح، عشان كده يسموها مسح الملوك. يمسح يعني يبقى مسيح ممسوح بالروح القدس عشان يقود المملكة. وبرضه لما تذكروا حالة شاول الملك يبان أن الروح القدس في العهد القديم لو لم يلتزم الشخص بدوره يفارق الروح. عشان كده داود النبي لما أخطأ بقى يصرخ من قلبه روحك القدوس إيه؟ لا تنزع مني، لأنه كان عارف أن الروح القدس ممكن ينزع منه كما نزع من شاول. ولما الروح القدس فارق شاول بغته من عند الرب روح رديء. يعني ايه؟ مطرح ما كان الروح القدس ساكن في قلب شاول جاء روح شر بقى جواه وضيعه خالص للآخر. في العهد الجديد يقول يمكث معكم يكون فيكم إلى الأبد. عشان كده بنسميه الختم. الختم أصله ما يتمسحش، سر الختم أو سر التثبيت ميرون. فيبقى الروح القدس ثابت فينا. طب لو الواحد ما سمعش كلامه لم يهتدي به، الروح القدس يظل حزين داخله، ينطفئ داخله، ولكنه يشهد عليه، لا يفارقه لكن ما يسيبوش. وعشان كده بنشوف ناس بتقعد سنين بعيد عن ربنا وبعدين في مرة قلبها يتحرك تلاقوها رجعت بالتوبة تاني. ليه؟ لأن الروح القدس لم يفارق لآخر العمر. عشان كده في العهد الجديد ما بنسمعش عن كلمة الروح القدس يفارق، نسمع تعبيرات كتاب العهد الجديد: لا تطفئوا الروح، لا تحزنوا روح الله القدوس، لا تقاوموا الروح، وآخر واحدة وأختارهم لا تجدفوا على الروح. لا تجدفوا يعني ما تفضلوش في عند مع الروح القدس لآخر لحظة. في الحالة دي ما فيش غفران، لأن ما فيش توبة، ما فيش إيمان، يبقى ما فيش فايدة.
يقول تاني أعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم ولم تمنع منك عن أفواههم وأعطيتهم ماء لعطشهم. من العجيب أن الناس دول كانوا يبقى المن نازل وبيتذمروا، وكان المية طالعة من الصخرة، يعني المعجزة على طول شغالة، وبرضه يتذمروا. وبعدين نروح بعيد ليه؟ ساعات يحصل معانا كده، يبقى ربنا مباركنا ومدينا عطايا ما نستاهلهاش ونتذمر، نقعد نشكي بقى من أمور أخرى ثانوية. زهقنا من حد يقول كده في الصحراء؟ مش كفاية ان انتوا عايشين؟ طب دي رحلة للوصول إلى كنعان، يعني يومين تعب لغاية ما نوصل، نتذمر ليه؟ مش نبص للهدف اللي احنا عايشين عشانه. لكن مجرد الزهق ده اللي كان عند اليهود كان علامة وحشة تسببت في هلاكهم. علتهم 40 سنة في البرية فلم يحتاجوا، لم تبل ثيابهم ولم تتورم أرجلهم. علتهم 40 سنة، وده السر عيد المظال اللي احنا حكينا عنه المرة اللي فاتت، انهم عايشين في وضع مش ممكن حد يعيش فيه. يعني لو عيلة واحدة بس بتنتقل ومعها المؤون بتاعها شهور، ده نقول ازاي عدوا الصحر. انما احنا بنتكلم في 2 مليون نسمة على الأقل، 600 ألف راجل غير ستاتهم وعيالهم، وبيعدوا وبيلفوا في سينا كده، عمالين يعسكروا شوية ويمشوا شوية. قعد 40 سنة ومفيش أكل ومفيش مية، لكن ربنا يعولهم. حتى صنادلهم ما كانتش تتقطع، معجزة. حتى رجليهم ما كانتش تورم، ما كل ده كان ممكن يحصل. وكل ده ما كانش بيخليهم يشكروا ويقدروا ويسبحوا ويخضعوا لوصية ربنا. كان كل ده بقى ايه؟ يرجعوا يقولوا انت يا رب بس طلعتنا من مصر واحنا كنا في مصر كويسين، ونسيوا الغلب اللي كانوا فيه قبل كده. لم تبل ثيابهم ولم تتورم أرجلهم، وأعطيتهم ممالك وشعوبا وفرقتهم إلى جهات، فامتلكوا أرض سيحون وأرض ملك حشبون وأرض عوج ملك باشان. في رحلة موسى في البرية ورا منه الشعب، لما قربوا من كنعان المنطقة الشمالية دي من سينا، كان في شعوب قوية وهم كانوا ماشيين ملهمش خصومة مع حد، لكن الشعوب دي هي اللي بدأت بعدائهم، هي اللي تحدتهم. فربنا قال لهم خلاص أنا هقف معاكم. وبرضه هنا بالمناسبة نقول كلمة عن حروب العهد القديم، عشان بيجي هجوم كتير اليومين دول على الكتاب وعلى العهد القديم بالذات، وبيتقال ان احنا عندنا حروب وفي دم وانه الهنا او اله العهد القديم زي ما البعض بيدعي اله يعني غاوي حروب. اولا ما عندناش حاجة في فكرنا المسيح اسمها اله العهد القديم. احنا ربنا هو ايه؟ امس واليوم والى الابد. فبداية الكلام كده، الله إلهنا هو إله واحد أزلي وأبدي، إله الأنبياء هو إله الرسل، هو إلهنا، وهو بالنسبة لنا إلهنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لسه بقول نحميا في صلاته أنت إله غفور طويل الروح كثير الرحمة. هذا الوصف احنا بنقوله في العهد الجديد كتير، يبقى نفس صفات الله واحدة. واللي بيقول كده واحد من اليهود اللي تمرروا وتأدبوا بعقوبات شديدة. يبقى مش معنى التأديبات اللي بتحصل ان ربنا هو اللي وحش او ربنا شديد وقاسي، لا، ربنا دايما يعني لا يخطئ ابدا، انما الانسان هو اللي صعب. فكرة الإله العدل هل اختفت لأن ربنا رحيم؟ احنا في الفكر المسيحي ما عندناش صفة فالله تتعارض مع صفة أخرى. إلهنا إله رحيم جدا ولكنه أيضا إله عادل، ولو لم يكن إلهنا إله عادل ما كناش نحبه. لو أنت مظلوم وربنا مش عادل تقدر تحبه إزاي؟ إذا كنت أنت كإنسان تميل للحق وتميل للعدل، مين حط فيك الميل ده؟ جبته منين الميل للحق بحيث لما تتظلم تبقى صعبان عليك ومش مستحمل؟ ويمكن لو شفت حالة ظلم تبقى أنت العدل بيصرخ جواك. مين اللي عمل لك الضمير ده؟ مين اللي شكلك كإنسان وأي إنسان؟
إلا لأن إلهنا إله رحيم وعادل. من رحمته يطول باله، يدي فرصة واثنين ومية، ويدي سنة وعشرة ومية، لعل الشعب اللي قصاده يتوب. لما الشعب ياخد الفترة دي كلها فيزداد فساد ويزداد خطية، يعني بدل ما يمشي في سكة التوبة يمشي في سكة الشر أكتر وأكتر. مش لازم تيجي مرة ويجي العدل بقى والقصاص، ولا هنفضل نتفرج على ظلم وشر على طول؟ مش ده يمشي معانا التفكير ده؟ حتى احنا كبشر لو اديت فرصة واثنين لإنسان واستغلها بشكل سيء، انت نفسك بيجي في وقت وتقول ايه؟ لا كفاية. ربنا باله أطول مننا جدا، لكن كمان إله عادل، وإلا يبقى الكويس زي الوحش، وإلا يبقى نور زي الظلمة. وويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا. فحكاية الحروب اللي في العهد القديم أغلبها تحت الفكرة دي. مثلا لما ربنا يسوع ظهر لابونا إبراهيم قال له بص ولادك مش هيسكنوا الأرض دلوقتي. عارفين عشان إيه؟ لأن ذنب الأموريين لم يكتمل إلى الآن. يعني إيه؟ الشعوب اللي ساكنة الأرض مذنبة، كلها شر، كلها وثنية، كلها شذوذ وإباحية، لكن أنا لسه مديهم فرصة، فمش هسكن ولادك دلوقتي. ومعاهم لسه 400 سنة يا ابونا إبراهيم عشان يكتمل شرهم خالص، يقوم يجي العدل والقصاص. وبعد 400 سنة من زمن أبونا إبراهيم لما دخل يشوع، وأكثر واحد منسوب له الحروب يشوع، وحارب حوالي 30 شعب و30 ملك وثني، دول كلهم واخدين فرص توبة أكثر من 400 سنة كشعوب. طب الفرص دي عملوا فيها إيه؟ عملوا فيها فساد وبدع أكثر من أي حد. الشعوب دي كانت كل أب ياخد ابنه يربطه في الوثن الحديد ويولع فيه النار ويقعد يرقص ويغني حواليه. طب وده تصرفات بني أدمين. واحد يقول طب ما حدش علمهم. استنى بس، وهي الطبيعة الإنسانية دي مش بتقول حاجة؟ الغريزة الطبيعية بتاعت الأبوة والأمومة مش بتقول حاجة؟ دول وقفوا الطبيعة، دول عكسوا الطبيعة. عشان كده القديس بولس لما اتكلم عنهم قال استبدلوا الاستعمال الطبيعي بالغير طبيعي، وعبدوا المخلوق دون الخالق، وظلم قلبهم الغبي. بيوصف الوثنيين بيقول عليهم كده، بيقول اللي بيعملوه ده ما يعملوهوش حيوانات. فلما يجي بعد كده ربنا بقصاص زي الطوفان في نوح، أو نار وكبريت في سدوم وعمورة، أو حرب إبادة في حالة الحروب بتاعت يشوع، طب ما ده عبارة عن دينون. ليه نقول له يا رب أنت أمرت بإبادة شعب تبقى أنت إله قاسي؟ قاسي؟ هو أنت النهاردة لما تشوف قاضي عنده سفاح قتلت 20 ولا 50 واحد وخد فرص للتوبة كمان ولسه بيقتل في الناس، لو القاضي حكم بإعدامه تقول على القاضي ده ظالم، ولا تقول عليه قاسي، ولا تقول عليه دموي؟ طب ده انت لو قلت كده تبقى انت نفسك تميل للشر، يبقى انت اللي عاوز الشر ينتشر. إبادة الوثنيين هي إبادة الشر. واحد يقول طب ليه خلاها بإيدين اليهود؟ طبعا أولا ما كانتش عادة بإيدين اليهود، هم كانوا الشعوب دي بتبيد بعضها. إنما في بعض المرات لما كانوا هم اللي يقوموا على اليهود، ربنا يقف مع شعبه، لأنه في الوقت ده لم يكن الشعب يعبد أوثان، الشعب اليهودي. وبعدين في اللاويين وفي العدد يقول لهم اوعوا تفتكروا ان انا ابدت الشعوب عشانكم، انا ابدت الشعوب دي عشان شرهم، ولو انتوا عملتوا نفس الشر هيحصل لكم نفس العقاب. وكان دارت الايام، وبعد موسى ويشوع وقت القضاة لو تفتكروا اليهود اغلبهم عبدوا اوثان، فبقى يجي المديانيين يموتوه، شوية الفلسطينيين ويموتوه. دارت الأيام، جه صمويل رجع الشعب لربنا، وجه داود رجع الشعب، وبعد سليمان رجعوا تاني للوثنية، فجاء شعب أشور باد مئات الآلاف،
وجاء شعب بابل أباد عشرات الآلاف، وجم الفرس. إذا إبادة الشعب كانت تسري على كل من هو وثني بعد فترة توبة. والحقيقة ده يعني يؤكد عدل الله ورحمته، رحمته في الفرصة اللي اداهم فرصة يتوبوا فيها، ودي بعشرات ومئات السنين، وعدله في القصاص النهائي بإبادة هؤلاء الوثنيين. لأن لما يبقى شعب خلاص مخه اتلخبط خالص وضلم تماما ومفيش أي بصيص أمل إنه يرجع، يبقى ما بقاش حتى زي الحيوانات، أقل من الحيوانات. لأن الحيوانات ما تاكلش عيالها عادة، يعني ما يقتلوش أطفالهم، ما يعملوهاش كده، ولو حصل كده ما يتلاقوش الحيوان يبقى فرحان يعني. إنما عشان أب يكون فرحان إن ابنه بيتحرق قصاده، ده مش طبيعي. فده أحد الادعاءات إن العهد القديم فيه حروب، والحروب دي بتطلع منظر ربنا وحش. ثم أن ربنا يسوع له المجد مش جاء في العهد الجديد وكلمنا عن الدينونة؟ ما هو المسيح هو ما بيتغيرش، فخوفنا وقال لنا حسبه في آخر الأيام في دينونة، وقال ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. إذا اللي مستني الرحمة قال له ما فيش رحمة لو ما عشتش برحمة، لو ما عملتش الرحمة. يبقى إله عادل. هو ربنا يسوع له المجد في العهد الجديد مش هو اللي قال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، وقال سيأتي عليكم كل دم زكي؟ طب ما هو إله العدل هو. مش ربنا يسوع في العهد الجديد حكم ان حنانيا وسفيرة يموتوا بسبب ان هم بيغشوا في الكنيسة وبيكذبوا على الروح القدس؟ طب ما ده عهد جديد. مش ربنا يسوع اللي قال أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم؟ نعم من هذا خافوا. يبقى إله عادل. مش هو اللي قال إن أعصرتك عينك فاقلعها، خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان؟ يبقى إله عادل. مش هو اللي قال أن ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام، بولس الرسول قال كده، نقف أمام كرسي المسيح ليعطي كل واحد جوابا عما فعل إن كان خيرا أم شرا؟ إذن في عدل. فقضية الحروب بتاعة العهد القديم يجاب عليها ببساطة ب3 4 نقط. أول نقطة أن ربنا إله عادل، والشعوب دي افترت وتميزت بالشر والفساد، لازم يجي لها وقت للإبادة. الرأي الثاني أو الحجة الأخرى إن كان اليهود بيردوا على الشعوب دي بالحرب لأن دي عادة العهد القديم، في العهد الجديد المسيح له المجد منع عن شعبه الجديد اللي هو المؤمنين اللي هم احنا الكنيسة إن احنا نمسك سيف. منع تماما إن احنا كشعب جديد كأمة مقدسة نمسك سيف. وعندنا مثل واضح، يوم ما بطرس مسك السيف قال له ايه؟ دخل سيفك. هو انا ما اقدرش اجيب 12 ربوت ملايكة؟ اللي ياخد بالسيف يؤخذ. فمنعنا تماما وقال احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم كي تكونوا اولاد ابيكم. يبقى احنا ليس لنا تصريح ابدا ولا في تعليم العهد الجديد اي نوع من الحرب مع بشر مهما حصل. القديس بولس يقولها في أفسس، حربنا ليست مع لحم ودم. إن كان لنا حرب، احنا حربنا مع جوهر الشر مش مع البشر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. يعني ايه قوى الشر اللي هي الشياطين؟ أيوة دول بيحاربونا وبنحاربهم. زي ربنا يسوع لما حاربه الشيطان على الجبل، فالمسيح كان بيرد عليه بالآيات وبالصوم والصلاة. لكن هل لما اليهود مسكوا المسيح كان بيرد عليهم بالسيف؟ وكان يملك القوة طبعا انه يرد بالقوة، لكن هو القوة هنا روحية. وحين صلب المسيح انتصر بصليبه على قوى الشر، شياطين الشر. اذا ما ينفعش يتقال لنا ان إلهنا يصرح لنا بالحرب. لا، الحرب في العهد القديم لان ما كانش جه المسيح لسه ودانا تعاليم العهد الجديد ورفع كده مستوى الأخلاق إلى التسامح، إلى الفضيلة الكاملة،
وإلى شريعة الكمال، وادانا المثل الجميل بتاع صليبه، وعرفنا أنه هو اللي له النقمة. لما بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، يعني إيه؟ أنت تظلم أنا أخذ لك حقك، لكن هو يظلمك أنت تظلمه، هو يضربك أنت تضربه. طب أنا أقف أعمل إيه دلوقتي؟ أنا ما جيش في صف واحد شرير أبدا. إن جاع عدوك اطعمه، إن عطش عدوك اسقيه، لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. ففي الرد على التهم اللي بتيجي للعهد القديم، محدش يتخض من التهمة نفسها، لأنه ما أسهل اتهام الكتاب، ما أسهل. ما بقاله 2000 سنة الكتاب المقدس بيحارب، لأنه كلمة الله الحي القادرة على خلاص النفوس، فلازم الشر، لازم الشيطان يخبط في الكتاب، لازم طبعا. إنما ربنا يسوع له المجد قال فتشوا الكتب، فتشوا، لأنك لو قريت من على الوش كده تتلخبط وتقول صحيح ما في حروب كتير، طب ما بقى فعلا ربنا شكله مختلف برضه في العهد القديم عن الجديد؟ لا، هو مش مختلف. ولا انت هنا بتشوفه في موقف عدل، وهنا بتشوفه ساعات في موقف رحمة، انما هو نفس الإله، هو واحد. طب في العهد القديم مش بيقولوا عليه إله شديد وقاسي؟ طب قصة يونان فيها قسوة ولا فيها رحمة؟ كلها رحمة. يونان اللي يعصي أمر الله يوم ربنا يطول باله ويفضل ورا لغاية ما يتوب، ونينوى اللي صعد شرهم أمام الله يديهم فرصة أخيرة، وأول ما يصوموا ويصلوا ويتوبوا يرجع الرب عن غضبه. قد كده رحيم، عهد قديم. يا رأيكم لما ربنا يشوف العجل الذهبي بعد كل اللي عمله مع اليهود ويكاد يفني الشعب، ويقف بس موسى النبي يتوسط كده ويشفع فيهم، يمحو خطيتهم ويصفح عن ذنبهم. قد ايه رحيم. لما ابونا ابراهيم يقف يشفع في سدوم وعمورة وهم شعب فاسد تماما، ويقول له يمكن في 50 بار، يقول له لو 50 بار نعفو عن البلد كلها. طب 40، طب 30، طب 20، طب 10، كل ده يبقى ايه؟ اله رحيم. ما ده عهد قديم برضه. اذا اللي بيقولوا ان ربنا في العهد القديم قاسي ما قروش العهد القديم، واللي بيحاولوا يطلعوا اله العهد الجديد ربنا يسوع هو طبعا انه غير عادل، يبقى برضه ما قروش العهد الجديد، لانه الهنا اله رحيم واله عادل. دي تهمنا ليه كمان؟ ان احنا لابد ان نتمتع برحمة الهنا ونخاف من عدله. نرجو رحمته ونحذر عدله وقصاصه. يعني ايه؟ هل كون ربنا رحيم الواحد فينا يغلط براحته ويقول ما هو رحمته واسعة؟ استنى عندك، استنى، ده رحمته، ده هو ربنا بيكره الشر وانت بتعمل الشر في عينيه كده براحتك، انت بتستهين برحمته ولا ايه؟ لا، ما ينفعش. وهل لانك بتخاف من عدله وقصاصه انك تيأس وتقول ما فيش رجاء؟ لا، انت نسيت رحمته. ليه؟ ما تنساش ان رحمته دائمة الى الابد. رحمته يعني كما علت السماء عن الارض علت افكاره عن افكارنا، ورحمته علينا يعني غفرانه بلا حدود للتائبين. فلما نحط ده جنب ده، الرحمة والعدل، تتولد فضيلتين عندنا: فضيلة الرجاء بسبب رحمة ربنا، وفضيلة الخوف بسبب عدل ربنا. صفة رحمة الله الواسعة تولد في قلبنا ايه؟ الرجاء. الرجاء يعني مهما الشيطان يجي يقول لي ما فيش منك فايدة، انت اصلك بطال وكلك شر، اقول له رحمته اكتر من خطيتي. رحمته زي قطرات المطر، زي رمل البحر، تغطي على كل اللي انا عملته. وهو ربنا بيقول انا ماحي ذنوبك وخطاياك لا اذكرها. طب يوم يجي لي الشيطان من الناحية التانية يقول لي خلاص يا عم يبقى انت كده ايه، اغلط براحتك، ما هو رحمته واسعة. هقول له ازاي؟ مخيف والوقوع في يد الله الحي. مخيف اقف قدام ربنا ازاي؟ ده بيترعبوا منه الملائكة. نحتاج ان نتأمل في رحمة الله فيثبت رجائنا، ونحتاج ان نتأمل في عدل الله فنحتفظ بخوف مقدس. لانه ايه؟ الاشرار بيتقال عليهم كلمة وحشة،
ليس خوف الله قدام عيونهم. يعني اللي خوف ربنا يطلع من قدام عينه لازم يعمل الشر لأنه مش خايف. ده ربنا لما حكى حكاية عن راجل وحش شرير على قاضي الظلم قال إنسان لا يخاف الله، عشان كده مفتري. ربنا نفسه لما حكى لنا الحكاية بتاعت قاضي الظلم عشان يقول لنا الست الغلبانة اللي عمالة تزن عليه، وبعدين قال هو الراجل اللي ما بيخافش ربنا ده وما بيعملش حساب لحد، في الآخر من كتر الزن اسمع لها أفلا ينصف الله مختاري. إنما هو ربنا نفسه وصف قاضي الظلم أنه لا يخاف الله. يبقى أي حد بيظلم وبيغلط براحته يبقى ما عندوش خوف الله. نرجع نكمل صلاة نحمية. إنما كانت نقطة أظنها مهمة للرد على بعض الدعاءات وهجوم من الناس على الكتاب المقدس. يقول امتلكوا أرض سيحون وأرض ملك حجبون وأرض عوج ملك باشان وأكثرت بنيهم كنجوم السماء. فعلا ربنا كتر قوي الشعب اللي هم أحفاد أبونا إبراهيم في الأول. وأتيت بهم للأرض التي قلت لآبائهم أن يدخلوها ويرثوها، فدخل البنون وورثوا الأرض. شوفوا دقة نحمية، بيقول دخل البنون لأن الآباء زي ما انتم عارفين كلهم اتصفوا في سينا بسبب عدم إيمانهم. ما دخلش من الجيل الكبير غير يشوع وكالب، إنما دخل البنون وورثوا الأرض. وأخضعت لهم سكان أرض الكنعانيين ودفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادتهم، وأخذوا مدنا حصينة وأرضا ثمينة وورثوا بيوتا ملآنة كل خير وآبارا محفورة وكروما وزيتونا وأشجارا مثمرة بكثرة، فأكلوا وشبعوا وسمنوا وتلذذوا بخيرك العظيم. لغاية كده كله خير. سكنهم في كنعان، وزع عليهم الأراضي، ملكهم مطرح الوثنيين، خدوا أرض غنية خيرها كتير بتطلع دسم حلو سمنوا وتلذذوا. المفروض بقى الشعب اللي شاف ده كله يعمل يقضي بقية عمره يسبح ربنا ويسجد لربنا ويشكر ربنا ويتمسك بوصيته أكتر من الأكل والشرب. إنما للأسف يحصل وعصوا وتمردوا عليك وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم وقتلوا أنبياءك الذين أشهدوا عليهم ليردوهم إليك وعملوا إهانة عظيمة. يبقى ربنا يعمل خير ويضاعف الخير ويلتزم بوعده مع شعبه، والناس بدل ما يزداد حبها في ربنا وتقواها وتسبيحها وخضوعها للوصية تدي ظهرها لربنا. خلاص الدنيا سهلة. يمكن ده السبب اللي بيخلي ربنا ما بيسهلش علينا الدنيا، لأن لو الدنيا سهلة هو ربنا عارف البشر وطبعهم، كل لما الدنيا تبقى سهلة ينسوا ربنا. فين لما يفتكروا ربنا؟ لما تبقى الحكاية ضيقة قوي وتجارب وضغط يقعدوا يصرخوا لربنا. ولأن ربنا عاوز يدينا الأبدية في الآخر، مش عاوز يدينا يومين هنا سهل، إنما خطة ربنا يورثنا الأبدية أهم عنده من كام يوم على الأرض. فإحنا أخطئت في التعبير، ما بنجيش بالذوق كبشر. ربنا كريم بطبعه وسخي، لكن لما يفرط في سخائه أغلب البشر ينقلب ضده ينكروا فضله. شوفوا تعبير هنا نحمية، تمردوا وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم. بقى واحد يقول بس ربنا قال، يقولوا له سيبك من ربنا بقى، خلينا نعيش براحتنا. مرة واحد اسمه القديس ماري إسحاق السورياني خدوه من الدير عشان يعملوه أسقف، وهو كان راهب تقي، وقعد أول يوم على كرسي الأسقفية وهو مش حابب يبقى أسقف، كان عاوز يظل راهبا يصلي طول حياته. جاله 2 شادين مع بعض، واحد مسلف واحد سلفة، وبعدين التاني مش قادر يسدد، فجايين يحتكموا للأسقف. قال له يا ابني، ده ربنا يسوع قال من أخذ منك لا تطالبه،
فأنا مش هقول لك كده، أنا هقول لك على الأقل طول بالك عليه. مش قادر يسدد لك دلوقتي، طول بالك بكرة يسدد. عارفين الراجل رد عليه إيه؟ وطبعا راجل مسيح. قال له دعك من الإنجيل يا سيدنا، خلينا في مشاكلنا. قال له يا ابني أنا لا أعرف غير الإنجيل. آمن الكرسي ورجع الدير وكمل حياته راهب، وقال مش هقعد أسقف. إذا كانوا لا يريدون أن يسمعوا للإنجيل، إيه قيمتي أنا بقى كراعي؟ أنا شغلتي الإنجيل. لكن ده اللي بيحصل للأسف في أجيال كتيرة، أنك تيجي تقول ربنا قال، يقولوا لك ما معناه يعني سيبك من ربنا. طب لو سيبني من ربنا، طب خلاص يبقى احنا رايحين جهنم بقى. بدل سيبنا من ربنا، امال ليه بنكلمه وليه بنطلب رضاه وبركته إذا كان كلامه نتجاهله أو نكسره؟ طرحوا شريعتك وراء ظهوره. طبعا دي مش أول مرة، دي مرات كتيرة أوي اليهود يعملوا كده، يحطوا كده الكلام ربنا ورا ظهرهم عشان ما يشوفوهوش. في واحد بيبقى مش عاوز يشوف الصح، وجود الصح قصاد عينه بيزعجه بيقلقه، لدرجة بعض الناس لما تلاقي واحد مثلا كويس تبقى مش طايقاه، عشان بيفكرهم بغلطهم. لما يكونوا مثلا كل الناس بتكذب، واحد ما بيكذبش أبدا، طب يعني اللي ما بيكذبش ده يتحب، تلاقوا ده بالذات بيكرهوه. اكمنه ما بيكذبش ليه؟ كأنه بيشاور لهم على انه الكذب غلط. فمجرد عدم مشاركته للخطية بيدينهم، وهو ساكت ما بيقولش حاجة. فللأسف هو ده الجيل اللي ما بيقبلش الصح. عصوا وتمردوا عليك وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم، وقتلوا أنبياءك الذين أشهدوا عليهم ليردوهم إليك. برضو واحد يقول ما الكتاب ده أصله محرف. وهو لو اليهود عاوزين يحرفوا العهد القديم، هيجيبوا في نفس العهد القديم إن هم كيهود قتلوا أنبيائهم؟ يعني لو مشينا مع الفكرة الوهمية بتاعت ان الكتاب العهد القديم ده اتحرف، طب ما هو اللي عاوز يحرف مين يعني؟ اليهود بقى. ما هو مين اللي يهمه العهد القديم في الوقت ده غير اليهود؟ اليهود لو حبوا يحرفوا يعملوا ايه؟ يشيلوا تهمة زي كده. ده هنا نحمية بيقول اهالينا اجدادنا قتلوا الانبياء، نفس اللي قاله المسيح له المجد. قال انتوا يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة مرسلين إليه. والقديس بولس قال على اليهود هم الذين قتلوا الأنبياء، قتلوا الرب يسوع والأنبياء واضطهدونا نحن الرسل، وطبعا قتلوه في الآخر. إذن الحقيقة بالمنطق لا يمكن العهد القديم يكون اتلعب فيه أو اتحرف. أولا لأن العهد الجديد بيشهد له، فلو تشككت في العهد القديم يبقى لازم هتتشكك في العهد الجديد. لو تشككت في العهد الجديد هتلغي آلاف وعشرات الآلاف من العلم والمخطوطات والإثباتات والحقائق، كأنك بالضبط بتغمض عينك وبتقول ما فيش حاجة اسمها شمس، بالضبط كده. يعني يبقى بقى الواحد بيتعامى عن الحقيقة، لأنه عندنا من المخطوطات اللي تؤكد أن اللي في إيدينا هو اللي كان في إيدين الكنيسة من 2000 سنة. هو عندنا مخطوطات مش بالمئات بالآلاف، وفي لغات مختلفة، وكل ده بيراقب على بعضه، مين يقدر يلعب؟ وبعدين إذا كان ربنا له المجد هو اللي بالروح القدس بالوحي قاد الأنبياء والرسل لكتابة الإنجيل، ربنا هيسيب كلامه يتلعب فيه ويتغير ويفضل ساكت؟ ده القديس يوحنا بس في سفر الرؤيا قال اللي يحذف حرف من الكتاب يتحذف اسمه من سفر الحياة. وربنا يسوع قال السماء والأرض تزولان ولكن كلمة أو حرف من كلامي لا يزول. هصدق المسيح ولا هصدق واحد عاوز يرمي تهمة وخلاص؟ وبعدين مين اللي يحرف؟ مين اللي يعنيه حرف؟ إذا كانوا المسيحيين، طب ما هو المسيحيين نفسهم هيحرفوا ازاي واليهود واقفين لهم في العهد القديم؟ يعني ما هو النهاردة العهد القديم في ايدين المسيحيين وفي ايدين اليهود من 2000 سنة. احنا كمسيحيين نؤمن بالعهد القديم.
وبالتالي مش ممكن يتحرف ليه النسخ اللي معانا محدش يقدر يقرب منه، والنسخ اللي معاهم محدش يقدر يقرب منه، فأصبح في رقابة متبادلة ببساطة. وبعدين لو حبينا نحرف كنا بقى نعمل زي ما بيقولوا، كنا نشيل حاجات يعني بتجيب لنا الكلام. مثلا يقول لك ازاي يبقى داود نبي ويقع في زنا؟ الحقيقة هو إنسان قبل ما يكون نبي. إذا كنا احنا عاوزين نجمل الصورة ممكن نشيل، لكن احنا لا نقدر نشيل ولا نلمس حاجة، الكتاب زي ما هو. وبالنسبة لنا كون داود وقع في الخطية وتاب، الحقيقة دي مفيدة لينا قوي، عشان يبقى كل واحد فينا له رجاء. إن كان حتى النبي ده وقع في خطية وتاب وربنا رحمه، يبقى كلنا لنا فرصة رحمة. إذن هو كتاب حقيقي واقعي، ما بيقولش حاجات كده يعني مثالية وخلاص. بيقول إن موسى النبي في يوم من الأيام أتى القتيل، لكن بعد سنين طويلة وبالتوبة ربنا دعاه وبقى رئيس الأنبياء. وحتى وهو نبي وقع في أخطاء برضه، مرة كسر لوحي العهد، ومرة اتغاظ قدام الصخرة وضربها مرتين. طب ومال؟ لأن احنا ما عندناش حد معصوم من الخطأ إلا المسيح وحده. وبالتالي ده كتاب واقعي لأنه يقربنا من الحقيقة. لكن احنا مين بقى اللي يحرف؟ اللي عاوز يحرف يشيل الحاجات دي. إذن أنا معلش دخلت معاكم في حتة الدفاع عن الكتاب لأنها قضية مثارة بالذات اليومين دول، يعني بسبب بعض الظروف. إنما احنا لازم نتأكد أن الكتاب المقدس لن يمس، لن يمس، مش لأننا احنا محافظين عليه، مش احنا اللي بنحافظ على الكتاب، احنا خلينا نعيشه، خلينا نلتزم به. إنما اللي هيغلط في كلام ربنا هو ربنا اللي هيوقف له. لكن احنا حتى لو أهين كتابنا، احنا بنبص للمسيح الذي أهين بذاته، هو نفسه احتمل الإهانة، وبعدين في الآخر جاء يوم العدل والقصاص. فلا تضطرب قلوبكم، لكن المهم الواحد لا يتزعزع إيمانه، لأن ربنا قال كل اللي أنا قلته هتشوفوه، وربنا له المجد كل اللي قاله حصل. فاضل آخر مرحلة. يعني ربنا قال في الأنبياء هيجي بنفسه تجسد وجه، وقال في الأنبياء أنه هيموت ومات، وقال لنا في الأنبياء أنه هيقوم وقام، وقال أنه هيصعد وصعد، وقال أنه هيبعث الروح القدس وبعث، وقال يكرز باسمه في كل العالم واسمه راح كل العالم. فاضل آخر حاجة، قال أنه جاي وقرب يجي. إزاي نشك فيه بقى؟ هشك في دي وانسى كل اللي قاله وعمله؟ إذا كان كل ما قاله المسيح له المجد، كل ما وعد به التزم به، فاضل آخر وعد. طبعا في وعد ساري كل يوم، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أشك فيها إزاي إذا كان كل اللي قاله قبل كده يعني ربنا ملتزم به؟ ناخد آخر آية، يقول عملوا إهانة عظيمة. رجعوا تاني يهينوا ربنا، يهينوا ربنا بالوثنية، بترك العبادة. فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم، وفي وقت ضيقهم صرخوا إليك. يبقى لما تيجي ضيقة أول حاجة تخطر على بالنا نكون شدينا ظهرنا لربنا فبيأدبنا. ده التفكير المظبوط. أول ما تيجي أيام ضيقة علينا نقول لازم احنا ادينا ظهرنا لربنا. فدفعنا ليد مضايقين لكي نصرخ إليه مرة تانية. نحتاج يا أحبائي إلى توبة. الأيام دي أيام توبة، زمن توبة، لأنه أولاد الله المفروض يبقى شكلهم أحلى من كده كتير. ربنا قال علينا أنتم نور العالم، إحنا مش منورين. لو إحنا منورين بجد ما كانش الحال بقى كده. إنما ربنا يسمح بضيقات عشان نرجع تاني نصرخ إليه ونلتزم بكلامه، والنور اللي فينا يطلع ويبان. لكننا وضعنا المنارة تحت المكيال، خبينا نوره كده تحت اهتمامات الدنيا، وبقى منظرنا زي أي حد، وبقى كلامنا زي أي حد، وبقى دماغنا زي أي حد، وما بقاش فيه النور باين علينا، ومن هنا يأتي علينا الضيق. إنما اللي عملوه واللي المفروض نعمله إيه؟ وفي وقت ضيقهم صرخوا إليك، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.
ناخد آخر آية دي. وفي وقت ضيقهم صرخوا إليه. قولوا معي. وفي وقت ضيقهم صرخوا إليه. كمان مرة. وفي وقت ضيقهم صرخوا. تفضلوا انصر.